الجواب عن هذا السؤال أو المقارنة تتعلق بالآيفون القادم أكثر حتى من الآيفون الحالي. شلونكم شكو ماكو؟ بالتأكيد مع اقتراب موعد الإعلان عن الآيفونات الجديدة، الآيفون 17 برو ماكس وغيرهن، فأكيد أكثر الأسئلة اللي تنسأل من الشهر السابع أو الثامن وفوق لحين الإعلان عن الآيفون الجديد هي: هل أشتري الآيفون 16 برو ماكس اللي موجود حالياً لو أنتظر ال 17 برو ماكس؟ غالباً الإجابة عن هذا السؤال تكون متشابهة، صار لها 3 سنوات. هالمرة أشوف الموضوع مختلف شوية. ليش؟ لأنه الآيفون 17 برو ماكس القادم وحتى الآيفون 17 إير الجديد اللي راح يتم الإعلان عنه، تسريبات 99% تقول بأنه التصميم راح يتغير، ومن التصميم يتغير مع الآيفونات دائما احنا نشوف اكو اهتمام من المستخدمين، اهتمام أكبر مما يكون في السابق. فبالتالي هنا الآيفونات هذه أول ما راح تنزل بالعراق راح يكون سعرها غالي، ونزولها أو استقرارها للسعر المنطقي راح ياخذ وقت أطول من الآيفونات السابقة اللي تجي بتصميم مشابه. يعني الآيفون 16 برو ماكس لما نزل بالعراق بالشهر العاشر يمكن العام اللي فات هيك شيء، يمكن على نهاية السنة أو بداية السنة استقر سعره، صار الأمور تمام، وحتى يمكن قبلها. بس هذا الآيفون لأنه راح يكون بتغيير بالتصميم، أتوقع أنه استقرار سعره راح يطول أكثر، لأنه راح يصير عليه طلب أكثر. مثل ما تعرفون مستخدمين الآيفون يحبون التغييرات، وطالما التغيير راح يكون بالتصميم فأكيد هذا راح يلفت الانتباه وراح يخلي الآيفون سعره غالي. فإذا أنطي إجابة للسؤال هذا الفيديو: أشتري الآيفون 16 برو ماكس لو انتظر ال 17 برو ماكس؟ الإجابة برأيي الشخصي المتواضع أنه اشتري الآيفون 16 برو ماكس، لأنه الآيفون 17 برو ماكس ما راح ينزل سعره احتمال يعني بعد 6 شهور هيك شيء يلا. ويبقى هذا الشيء اختيار شخصي. اكو ناس عندها الامكانيه انه تشتري الايفون الجديد بسعرها الغالي، اكيد هم ما محتاجين من عندي هذا الفيديو. بس نصيحتي لاغلب المستخدمين هو اذا انتم ناويين تشترون ايفون بالوقت الحالي، يعني ما اعتبر الايفون 16 برو ماكس هذا وقت مو مناسب له. وهو هنا الاختلاف، كل سنه كنا نقول بانه لا، يعني انتظروا من نوصل للسابع للثامن، انتظروا الايفونات الجديدة. هالمرة لا، راح اغير رأيي واقول اشتروا الايفون 16 برو ماكس اذا طبعا ناويين تشترون جهاز ايفون باقوى المواصفات، ولا تنتظرون ال 17 برو ماكس لانه متأكد راح يكون سعره غالي جدا وما يستقر سعره الا بعد مدة طويلة. شكرا على متابعتكم، نشوفكم ان شاء الله قريبا.